الحياة قصيرة جدا عشان تضيعها، عشان كده في بعض الآلات والأدوات اللي هتوفر لك وقت ومجهود وتحس إنها جاية من المستقبل. النهاردة هنشوف مع بعض أروع الآلات والأدوات اللي هتشوفها في حياتك واللي ممكن تكون أول مرة بتشوفها. يلا بينا. المكنة دي هتوفر لك مجهود كبير في شد اللزق، بتشد بكر لزق في ثواني. كلنا محتاجين المكنة دي بس عشان التراب مش عشان التلج. أخيرا هتلعب بلياردو ومن غير ما تضيع وقت في رص الكور. الجهاز ده هيريح ناس كتير جدا وخصوصا الميكانيكية اللي بيبقوا معظم الوقت واقفين. الإزاز ده فعلا ممكن تقول عليه سحري، بيخفي أي حاجة وراه بكل سهولة، ممكن تكون خدعة في المستقبل. الجهاز ده يوفر مجهود على بعض العمال في النظافة وحتى في الحاجات الصعبة اللي زي كده، بتشيل الدهانات بكل سهولة. الاختراع ده من أعظم الحاجات اللي شفتها. البتاع اللي بينضف ده ممكن يقطع عيش عمال نظافة كتير في المستقبل. الآلة دي بترجع العجلة نضيفة زي ما هي، هتعجب جدا بتوع الكاوتش. الجهاز ده بيشيل أصعب الترقبات اللي بتبقى موجودة على السفن بكل سهولة. رفع العربيات في المستقبل هيبقى بضخ الهواء، والصراحة أسهل من طريقة الكوريك بكتير. القطر ده ممكن يكون بأي شكل ويساعدك في قطع أو فتح أي حاجة. الصراحة قطر عبقري جدا. الجهاز ده هيريح ظهر العمال من شيل أي حاجة حرفيا. الجهاز ده حلمي لأنه بيشيل طبقة الدهانات أو اللزق من أي حاجة بكل سهولة، وهيوفر وقت كبير جدا ومجهود. أسرع طريقة عشان تغلف بيها البيت أثناء الدهانات. الاختراع ده هيوفر مجهود وفلوس كتير لأنك تقدر دلوقتي تقشر دهانات قديمة في أقل من دقايق. الاختراع ده هينقذ أرواح الآلاف لما ينتشر إن شاء الله. انسى موضوع السلالم في المستقبل، لأن الاختراع ده هيوفر لك وقت ومجهود كبير. الاختراع ده هيخليك تحب الذرة مخصوص الصراحة. أخيرا طريقة سهلة لربط أي سلك مقطوع، الحمد لله مش هتكهرب تاني. احنا ما عندناش مشكلة في كسر البيت، بس الطريقة دي جديدة ومريحة جدا. طريقة سهلة جدا لتنظيف التلج من غير ما تطلع على أي سقف. لو ما كنتش شفت المعدة دي الصراحة ما كنتش صدقت. الجهاز ده هيقعد عمال بناء كتير في البيت. للناس اللي بتعاني من دق المسامير بالطريقة دي مش هينحني منك ولا ايدك هيحصل لها حاجة. الجهاز ده بيعتمد على تفريغ ضغط الهواء، يقدر يخليك تطلع على اي سطح مستوي زي كده. للأسف الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك عشان يظهر لباقي الناس،
وقول لنا في الكومنتات تحت لو عايزين تشوفوا الجزء التاني. ولو مش مشترك على القناة اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا دايما.